لصمنا كرم بالعافية وهنجوزه وهردي بالهم. ومفاجأة عروسته قدمها يطلع شؤم ونحس وغم. ويقولوا في نيزك فك وجاي علينا بسرعة زو. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا متولي. تأمرش بأي حاجة؟ اعمل حسابك ان انا هسافر اسبوع، خلي بالك من الشقة. في عينيا يا باش مهندس، عن اذنك يا عيني. اغلق الباب. حاضر. انت لسه هنا عمتي بتعملي ايه؟ مش فاهم انا. انت وهيلي. انت شايف ايه بقى؟ انا عن نفسي مش شايف ان انت المفروض تكوني موجوده يعني. ليه كده؟ ما انا واخده بالي. الناس كلها مشيت. ايوه انا عارف الناس كلها مشيت، ما انا واخد بالي. انت ايه بقى؟ ايه يعني هتباتي معانا ولا هتسافري يا نحمده؟ وده اسمه كلام يا عريس؟ اكيد هسافر. بس يعني انا كان في حاجه كده في دماغي. حاجه ايه يعني؟ عايز انا افليكي قبل ما تمشي ولا ايه يا عمته؟ مش فاهم انا. لا يعني انا بقول انتوا النهارده اتهد حيلكوا في الفرح، ما تيجوا معايا دلوقتي وتروحوا تناموا من طلعه النهار وتبتدوا العسل. مش عارف، بس انت ايه رايك يا سعاد؟ مش فارقة. ما هي قالت لك ايه؟ قالت لك مش فارقه، وانا كمان مش فارقه. انا بقول نقضي العسل هنا على الضيق يا عمتي. عسل ايه اللي هتقضوه في نار بحيطان؟ انا مستنياكي بكره يا عروسه. حاضر يا طن. بصي يا كرم، تعالى وصلني للباب يا اخرة صبري. ما تاخديني معاك يا عمتي، انا خايف من الراجل اللي قاعد معايا ده. يا واد اتحرك اتحرك يا واد. حاضر. جرى يا ولا، في حد يتعصب كده على عروس يوم دخلتها؟ وفي عروسه تبقى قرفانه كده؟ دي شويه شويه هترجع في وشي. البت متاخده اول مره تبات بره بيت ابوها، وانت برضك لسه غريب عنها. وايه اللي يخليها تبات مع واحد غريب؟ ما تروح تبات في حضن ابوها. جرى يا كرم، ما تتلم بقى وخش طبطب عليها وفكها. افك مين؟ ده انا لو بفك عمل كان الجن اتحرق. الله، ده انا كنت هبوس رجليها علشان خاطر تقوم ترقص. ما كفايه انت، ده انت ما قعدتش على حيلك من ساعه ما دخلت القاعه. الا قول لي بقى، مين البنات اللي كانوا بيرقصوا معاك دول يا واد؟ دول زمايلي في الشغل، كانوا جايين يلطموا عليا. ولما انت حبايبك كتير كده ما استلقطتش واحده منهم ليه؟ ما هو انت اللي دبستيني ببنت نشكره. بكره تدعي لي، دي حتى هتخلي حياتك كلها هنا وسرور. هنا وسرور. المهم الليله دي بس تعدي على خير. يا كرم جاي لك يا حاج، جاي لك. ما هي بتتكلم اهي وزي الفل. وبتسقف كمان. روح شوف عروستك، روح، مستنياك بكره يا ابن الغالي. سلام. سلام يجيلي منين بس وانا عايش مع الجودزيلا دي؟ انت فين يا هالة؟ انا رحت الاوردر ما لقيتش حد. هو التصوير اتلغى ولا ايه؟ المسلسل كله اتلغى. ليه كده؟ ده انا ما صدقت اخد فرصتي. فرصة ايه يا نيلي؟ خلاص كل حاجة اتلغت. يعني ايه؟ هيلغوا المسلسلات السنة دي؟ مسلسلات ايه بس؟ احنا خلاص انتهينا. افتحي التلفزيون وشوفي ايه اللي بيحصل. التلفزيون بايظ بقاله شهر، ما تفهميني ايه اللي بيحصل بالظبط. مفيش وقت يا نيلي. الو يا هالة، الو متولي، يا متولي، هو راح فين ده كمان؟ انت مستني حد يا كرم؟ لا شكري، جاي بس بشوف حد بس جاي. هتلاقي عمتي رجعت تاني في كلامها عشان برضك يعني اهو هلاقي حد اتكلم معاه. نيلي، في ايه يا انسه نيلي؟ مصيبة يا كرم، مصيبة يا نيلي معقوله يا نيلي؟ هو انت خلاص قررت تحاصريني؟ الشجره بتاعتك تخش لي من اوضه النوم وانت تجيلي من باب الشقه؟ ايه معني بس افهم ايه؟ جايه لي يوم دخلتي تقولي لي في مصيبه؟ انا مش ناقص انا خضايط. اتفضلي. التلفزيون بتاعك شغال؟ لا والنبي، لا كده كتير بقى، كتير قوي بصراحه. بقى عايزاني اسيب عروستي اللي مش فاهم لها اصلا وش من ظهر واقعد اتفرج معاك على التلفزيون؟ اصل انت مش واخد بالك، انا النهارده كان عندي تصوير ورحت الاوردر ما لقيتش حد واتصلت بهالة. هالة بتاعت صينيه المكرونه؟ ايوه، مساعده المخرج، وقالت لي ان المسلسل اتلغى واحنا كلنا اتلغينا. يعني ايه اتلغيته؟ ما اعرفش، هي كانت منهاره وقالت لي افتح التلفزيون. يا ست تلفزيون ايه بس؟ انت صدقتي؟ هما بس اكيد يعني جابوا بطله تانية واللي اسمها هالة دي بتشتغلك يعني. بطلة ايه بس يا كرم؟ دي الحكايه كلها 6 مشاهد. لا والله 6 مشاهد؟ يا وايه ايه التناكه اللي انت فيها دي وبتاع؟ يلا بنت تمشي من هنا عشان خاطري بس ابص بصه وهمشي. بص على ايه انت؟ عايز افهم. على التلفزيون. هكون على ايه؟ على العروسه على التلفزيون. سعاد لو عرفت ان انت صاحبه الشجره هيبقى يوم منيل ب60 بوسينه، فاهمه ولا لا؟ اوعدك اول ما النهار يطلع هقص فروع بوسينه كلها. تتكلم مع مين يا كرم؟ ابدا يا حاج، ده انا بكلم بوسينه صاحبه نيلي. اتلقاحي هنا لحد ما اشوف. لا تكلمني يا مش وطي صوتك. برستيجي فوق اي برستيج؟ انت طلعتي ممثله واقعه ومفيش حد عارفك غير اخواتك. اقعدي.
عاجبك كده يا وش الخير يا وش النهار؟ النور قطع. يا ريتني سمعت كلامك يا عمتي وسافرت المنصورة. يعني النت يقطع وبعد كده النور يقطع؟ لا 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 لا، ده اكيد في مصيبه. المصيبة حصلت من ساعة ما شفت خلقتك. ممكن بقى تطلعي بره لو سمحتي أرجوكي، اطلعي بره. انت بتطردني يا كرم؟ انا مش شايفه حاجه يا كرم. خليكي مكانك يا حبيبتي، أنا جايلك. طب أنا هعرف منين دلوقتي إذا كانت البفتة البيضة دي ولا سودة ولا إيه؟ انا خايفه يا كرم. وانا كمان خايفه قوي يا كرم. ممكن تخلي الليلة دي تعدي على خير وتنزلي أرجوكي لو سمحتي؟ استنى بس، انت عايز نقعد لوحدي في الضلمه؟ يا مدام فاتن حمامة، أرجوكي أرجوكي أتوسل إليك بحق تاريخ السينما كله، انزلي انزلي الله يسترك. أنا ما يصحش إن أنا أسيب مراتي مزنوقة في الضلمة وأنزل أقعد معاكي. طب ولازمتها ايه الشحطاطه دي؟ ما اقعد معاك وخلاص لحد ما النور ما يجي. انزلي يا بنت من هنا. انت فين يا سعاد؟ انا في الكوريدور. انت ليه بتزعقي ليه كده يا سعاد؟ وايه اللي حشرك في قلب الكوريدور؟ تعالي مستنيكي في الريسبشن. طيب ممكن تولع بقى شمعة؟ وانا ايه اللي هيخليني اجيب شمع؟ ما كده كويس احسن. استني لما انور الموبايل. ها شايفه حاجه؟ ايوه. معقول يا سعاد انت لسه كده بفستان الفرح كده؟ ما انا قلعت الطرحه. الفستان ده عامل لخمه في قلب البيت. اقلعيه رحرحي كده، فكي نفسك يا ماما كده. من اللحظه دي البيت ده بقى بيتك. فهمانه يا سعاد ولا انت مش موجوده قدامي؟ انا عطشانه. ده موضوع تاني خالص على فكره انت بتتكلمي فيه. انت بتردي بردود غير متوقعه، واضح انك مش فاهماني. افهمك ازاي وانا عطشانه؟ اتفضلي يا حبيبتي الميه. وعلى فكره عايز اقول لك حاجه، البيت ده فيه مطبخ، والمطبخ فيه ثلاجه، وكل الحاجات دي بتاعتك انت يا نور العين. هو النور بيقطع عندكم كتير؟ هو انت ليه عامله لي فيها نعيمه الصغير كده يا سعاد؟ مش فاهم انا بصراحه يا سعاد. انا من يوم ما اتولدت اول مره الاقي النور يتقطع في لحظه زي دي. كرم، انا ملاحظ ان كرم دي واقفه في زورك شويه. لو حبيتيني يعني تقولي لي كوكو كركر حاجات كده، انا يعني ما عنديش مانع اتدلع يعني. ها انا خايفه يا كرم. يا حبيبتي تخافي؟ ما انا متلقح جنبك اهو. انا مش مصدق اللحظه دي. انت ليه مش عايزه تحسي بيها؟ مش مصدق ان احنا الاتنين اتقفل علينا 4 حيطان، اتجوزنا بقى لينا باب. مش دي كانت ليله حلوه النهارده ولا ايه؟ عادي يعني. ايه انعلبوا الكلام يا سعاد؟ كده مش حلو يا سعاد الكلام. كل ما اقول كلمه فيها حب انت تروح خبطاني بحجر في وشي. مش حلو كده يا سعاد. يعني كفايه ان انا مش شايفك وعمال اتخيل شكلك عامل ازاي. ارجوك قولي كلام حلو عشان خاطر النور مقطوع. الحق يا كرم، في حد بيخبط على الباب. هتكون مين يعني؟ اكيد بتاعت صينيه المكرونه. بقول لك يا حبيبتي، انت لابسه جزمه بكعب مش كده؟ ايوه. ناوليني فرده. مساء الخير. مش هقدر اقول لك مساء النور عشان النور قاطع. ما هو النور قاطع بسببك. سببي انا؟ الكهارب اللي انت معلقها على العمارة اكيد عملت قفلة. ما انا قلت المتولي يشيلهم. انا نبهت على متولي ما ياخدش اوامر من السكان، الاوامر ياخدها مني انا. معلش طيب يعني لو سمحت، يعني انا مش شايفك في الضلمه اصلا يعني، ولا مستوعب صوتك. هو حضرتك مين بالظبط؟ انا توفيق عبد السلام، رئيس اتحاد ملاك العمارة. طب يا استاذ توفيق، رئيس عمال الملاك بتاعت الفنارة. عمال ايه يا فندم؟ بقول لك الملاك. ايوه. الله، انا المفروض يعني اقدم لك طلب وعليه ورقه دمغ عشان خاطر متولي تشيل اللمبات ولا ايه؟ المفروض انك كنت تستأذن مني انا قبل ما تركبهم، علشان انت بتسحب كهرباء من العمارة وانا المسؤول عن العمارة. يا سيدي الناس، عمارة ايه اللي مسؤول عنها؟ ده هي كل حكاية 6 شقق معفنين وانا اول شقة معفنة فيه. لا 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 يا استاذ ما تقولش كده. وعموما انا اديت اوامر لمتولي ان اول ما النور يرجع يرمي الكلام الفاضي ده. على فكرة كهارب الأستاذ كرم ملهاش علاقة بقطع النور. وده مين كمان ده؟ عماد صبحي، الدور الثالث. اهلا وسهلا. أنا سمعت خبر مؤكد إن محول الكهرباء اللي بيغذي منطقة حدائق الأهرام انفجر. قول له يا استاذ سمعان، استاذ عماد، ان الكهارب مقطوعة ملهاش ذنب. حتى لو هي السبب، ما أنت من حقك تفرح يا عريس. أي نعم أنت ما عزمتناش في الفرح. معلش بس اصل يعني الموضوع جه فجأة كده، وكمان انا ما اعرفش حد في العمارة خالص ولا اعرف حضرتك. أيوة بس احنا عارفينك كويس، أنت اللي واخد جنب علشان كنت عازب، لكن دلوقتي مالكش حجة بقى. واضح ان اللطافة هتبدأ. طب اكيد طبعا. طب ممكن ادخل بقى عشان خاطر العروسة لوحدها في الضلمة لو سمحت؟ يا استاذ، طب وعربيتك يا استاذ كرم؟ مالها الزفت؟ سحبة كهرباء رخرة كمان ولا ايه؟ لا بس حضرتك ركنت العربية قدام العمارة، وده المكان اللي انا بركن فيه. انا مش هتكلم معاك كتير، انا هسيب العمارة باللي فيها وهسافر عن اذنك. الو. الو، مين معاك؟ انت نسيتي صوتي ولا ايه يا ماما؟ معلش يا بنتي،
اصلي ما بقتش واخده على التليفون الارضي. الله، عقبال المحمول بتاعك فين؟ فصل شحن. يا نيلي ده انا يا بنتي ما سمعتش صوتك يجي من 6 شهور. ما انا مش عايزه اعمل لك ازعاج يا ماما بصراحه. ازعاج ايه بس؟ ده انت وحشاني قوي يا حبيبتي. طمنيني عليكي، عامله ايه؟ انا خايفه قوي يا ماما. خايفه من ايه كفالة الشر؟ اصل النور مقطوع والنت كمان مقطوع. ايه ده احنا النور عندنا كمان في الاسماعيليه مقطوع برضه. لا ما هو كده يبقى في حاجه غلط. بقول لك يا ماما، انت كنت فاتحه التلفزيون قبل ما النور ما يقطع؟ ايوه يا حبيبتي، كنت بتفرج على المسلسل الهندي. اصل انا بحبه قوي، البطله بتاعته كده نسخه طبق الاصل مني كده ناي. لا مش وقته خالص الكلام ده. طب ما كانش فيه اخبار عن اي حاجه تانية؟ لا عادي. هي ايه الحكايه بالظبط؟ ما هو المشكله ان انا مش فاهمه اي حاجه. وانت بقى مش ناويه تطلعي في التلفزيون قريب؟ لا ما انا كان عندي تصوير النهارده وعلى حظي بقى اتلغى. طب نيلي بقول لك ايه، اخوكي شكله جه. هو لسه محرم عليكي تكلميني؟ بقول لك ايه، يلا مش عايزين نفتح في القديم. ابقي كلميني بالنهار. طب لو النور جه عندكم افتحي التلفزيون وشوفي ايه الدنيا. حاضر يا حبيبتي من عينيا. الو، الحمد لله على السلامه يا عمتي. وصلت المنصوره امتى؟ لسه واصله حالا، قلت اطمن عليك قبل ما انام. قول لي بقى، اخبار الهنا والسرور ايه؟ هنا وسرور. انا غرقان يا عمتي في الهنا والسرور. مش قلت لك هتدعي لي؟ ايوه كان نفسي ادعي لك، بس للاسف الدنيا ضلمه ومش شايف حاجه، النور مقطوع يا عمتي. لا غريبه قوي، ده النور مقطوع عندنا كمان. يعني ليله دخلتي النور يقطع في حدائق الاهرام والمنصوره في نفس الوقت. واضح كده ان في حد باصص لي في الجوازه يا عمتي. يا اخويا ما تشيلش في دماغك، وبعدين يعني انت محتاج نور في ده. ماليش تفكيرك يروح لبعيد بقى. سعاد لسه محشوره في الفستان اصلا. وده اسمه كلام؟ وسايبها محشوره ليه لحد دلوقتي؟ قلت لها تتنيل تقلعه، بس واضح كده انها ما بتسمعش. انا اتكعبلت في الفستان واتكفيت على وشي يجي 13 مره. يا ابني لو فضلت محشوره في الفستان ده للصبح هيجي لها تسلخات. انا زهقت يا عمتي، انا بفكر ارجعها. ترجعها يا واد يا فردة كاوتش؟ يا واد اتلحلح بقى قبل ما النور يجي والحكايه تفرط منك. لا ما تخافيش ابن اخوك مسيطر. لما نشوف.